السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يسعدني أني أستعرض كتاب حق الدكتور أحمد سالم العريض. طبعا أحمد سالم العريض في السنوات الأخيرة ابتدى ينشط في تأليف الكتب. صحيح أنه هو كان يعني من السبعينات وهو أيام الدراسة كان يساهم في كتابة بعض المقالات، إلا أن الفترة الأخيرة استطاع أن يجمع معلومات كثيرة، ولذلك يسخرها في كتب. فآخر كتاب هذا الكتاب اللي أهداني إياه منذ أيام، واللي هو سيدي الأخ الرئيس. يتناول في الكتاب سيرته في خدمة الوطن ومجلس الشورى في البحرين. إعداد وتوثيق عباس مزعل. طبعا مشكور الأستاذ عباس مزعل أنه هو ساهم في إعداد الوثائق اللي استلمها من الأستاذ الدكتور أحمد العريض. أحمد العريض قاعد يستعرض تاريخ عائلته، تاريخه في مجال العمل، علاقته في مجلس الشورى وشلون صار عضو مجلس الشورى. كتاب الحقيقة مليء من الحكم، مليء من الوثائق، مليء من الصور. فهذه بيكون الكتاب وثيقة تاريخية من الممكن الاستناد عليها، وبالذات ممكن يكون مرجع حق طلبة الجامعات في البحرين. شكرا يا أخ أستاذ يا دكتور أحمد العريض على مجهودك الطيب، وأتمنى لك مزيد من الإصدارات. شكرا لك مرة ثانية، وشكرا على الإهداء.